السلام عليكم. دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا، واوعى تغير الفيديو ده علشان الفيديو ده مهم جدا لناس كتير جدا، لان في ناس بتحب الفلوس السهلة. وفي دلوقتي ابليكيشن اسمه ماني بوكس. ايه الابليكيشن ده؟ هو ابليكيشن بيدي قروض صغيرة للناس. طيب ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو لما انت بتنزل الابليكيشن ده وبتتبع الخطوات بتاعته عادي، زي مثلا بيطلب رقم محفظتك، بيطلب بطاقتك، بيطلب اللي انت بتصور سيلفي، وبيطلب كمان 4 أرقام أو 5 أرقام لأقرب الناس ليك. طيب دي أول خطوة، لحد ما هو يبدأ ان هو يعمل لودينج وتاخد الكونفيرم بتاعك، اللي هو كده الاكونت بتاعك اتاكتف جوه الموقع ده اسمه ماني بوكس. طيب وبعد كده بيحصل فيه ايه؟ بيحصل ان انت بينزل لك على محفظتك كده قادر يا كريم مبلغ 1200 جنيه، 2000 جنيه، 3000 جنيه، انت وحظك. والمبلغ ده بتكتشف ان هو بينزل لك اجباري من غير ما انت تطلبه. طيب حلو جميل. بعد 6 ايام بالظبط او 7 ايام بالظبط على حسب ما الناس بتقول، ان في ارقام بتكلمك على الواتساب بتطالبك بسداد المبلغ وضعفه. يعني مثلا لو انت نزل لك 1200 جنيه هتضطر ان انت تسدد 2400 جنيه. نزل لك 2000 جنيه بتسدد 4000 جنيه. طيب انا رفضت وعملت بلوك، بتلاقي ارقام تانية بتكلمك وبتتصل بيك وبتبتزك وبتشتمك وبتغلط فيك وبتهددك. طيب وبعدين يعني، طيب فاكر لما انا قلت لك من شويه ان هو بيعمل لودنج؟ اللودنج اللي كان بيحصل من شويه اللي قلت لك عليه ده كان بياخد يا معلم كل بياناتك وبيانات الناس اللي عندك والصور اللي تخصك وتخص الناس اللي عندك، بياخد كل حاجه، بيكون عنده الداتا بتاعتك كلها بتكون عنده. تمام؟ عملت بلوك، عملت رفض، هيفضل ان هو كل شويه يبتزك وكل شويه يقول لك ايه؟ يقول لك انا بقى هبعت صورك على صور عريانه مثلا، هيقول لك ان انا هزاولك بقرب الناس ليك، هاخد صور الناس اللي عندك. طب هما بيعملوا ايه؟ هما كمان بيستهدفوا الفئه النسويه او بيستهدفوا فئه البنات علشان يعملوا الحركه. فيا ريت كل الناس اللي بتدور على المصالح السهلة او الفلوس السهلة ما تجريش ورا التطبيقات النصابة دي، لان التطبيقات دي بتودي في داهية. الموضوع مش مجرد فلوس قد ما هو ابتزاز ونصب وكل حاجة. طب انت رفضت اكتر واكتر، هتلاقي محادثات على الواتساب ممكن تتسرب لك حاجات، ممكن مثلا بتتكلم فيها عن حد، بتشتم حد، بتغلط في مديرك، عندك اي مشكلة في حياتك هما ممكن يعرضوك لأي مشكلة. فاحنا ناخدها من قصيرها ونبعد بعد نهائي عن التطبيقات دي. وجماعة الحداية ما بتحدفش كتاكيت، فخلي بالنا من التطبيقات دي جدا جدا جدا، وبالذات البنات. انا بحذركم. شكرا، سلام عليكم.